السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. تعمل أكلة مش مكلفة خالص خالص خالص، جدا جدا والله. زي ما شايفين كده قدامكم فول، الفول الأخضر اللي هو الفول الحراتي كده. أنا مخرطاه، وفي اللي هو الإيه، مفصصاه كده، فعاملة ده على ده. طبعا أعمله بطريقة جميلة جدا. أدي الفولة وكون غاسلينها كويس جدا كده، ونحش القمع بتاعها ده كده طبعا اهي، ونيجي مخرطينها من عند الفولة كده اهي، ونيجي حاشين دي على جنب. طبعا عايزين تفصصوه، طبعا تقدر تتفصصوه، تقدروا طبعا تخرطوه زي كده من غير ما تفصصيه. فانا حبيت اللي انا ايه، اللي انا يعني اعمل الحاجتين، منها افصص حبه ومنها ايه، خرطت كده. فالطريقه دي جميله جدا جدا. الطريقه دي واخداها من واحده حبيبتي بحبها جدا جدا، عمتي. فربنا يخلينا يا رب عمتنا، وخلينا اهلنا جميعا، اللهم امين. فقالت لي اعملي الفول الاخضر بالطريقه كذا كذا كذا. الطريقه اللي احنا هنعملها، يعني الطريقه اللي انا هعملها معاكم بجد جميله جدا جدا. عملتها و... وكلت عندها منها، او كلت من بجد تحفه والله. الطريقه حلوه قوي قوي قوي، وتعجبكم وهتجربوها انت ذات نفسكم، وهتحبوها جدا جدا. ودي اكله هتبقى اكله جميله جدا اقتصادي. الفول طبعا رخيص ب10 جنيه حوالي كده. فطبعا ده كيلو فول، واذا مش كيلو فول انا ايه نعمل زي غدا كده النهارده، يبقى جميل جدا جدا، مفيد جدا. الفول برضو طبعا اللي هو الحراتي او الفول الاخضر ده مفيد، حلو قوي قوي قوي. انا حاطه طبعا ميه زي ما شايفين كده، والفول ده انا كنت غسلاه كويس جدا جدا. انزل طبعا بيه كده اهو كده، واحط له طبعا ملح كده، معلقتين ملح كده من النعزة، يعني ايه يعني معلقتين ونص ملح. واسيبه طبعا لما ايه يستوي، يغلي كده ويستوي كده مع بعض. خلاص كده انا طفيت عليه، يعني ما خدش اي سوى خالص، يعني كل خد 5 دقايق بعد ما غلى اهي استوى جميل جدا جدا. اصفيه طبعا من ميته، وارجع لكم ايه نكمل بقيه الوصفه. طبعا طاسه زي كده او صينيه، احط فيها حبه زيت، انزل توميه كده، حبه كزبره، حبه فلفل اسود، معلقه بقى اللي هي الهريسه او الفلفل الاحمر، معلقه خل، وانزل عذرا، وانزل بالايه بالفول كده، وده كده نقلب شويه. احنا بنقلب بقى، نحط ايه نص كوبايه ميه كده، نص مج كده ميه. حط لها طبعا رشه ملح يعني صغيره كده بتاع نص معلقه، عشان هي عايزه طبعا ملح. ونسيبها كده لما ايه، يعني عايزه تشرب من الصوص اللي فيها دي او من الخلطه دي، هتبقى جميله جدا جدا. طبعا احط لها كده ايه نص معلقه كمون كده،
حبة مكرونة بقى تكون سلام زي كده، تعملي ايه بقى؟ تحطي حبة كده على الوش كده، جميلة جدا جدا بالمكرونة دي اهي، وتقلبيها. وتقلبها بقى وتاكلي، بصراحة طعمها تحفة، جميلة جدا جدا. ما الباقي بقى نحطه هنا كده ايه، حبينا ناكل بقى بيها بعيش. انا بصراحة بحبها بالعيش قوي جدا، يعني بتبقى بالعيش طعمها حلو قوي قوي. آه بصراحة تحفة. والمكرونة برضو جميلة جدا جدا. زي ما شايف كده الأكلة الجميلة دي جدا جدا، مش مكلفة وحلوة قوي 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 قوي. آه ما تنساش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم طبعا كل جديد. ويا رب يكون الأكلة دي تبقى يعني أكلة يعني تعجبكم، تجربوها، اقتصادية جميلة جدا جدا، ما كلفتش أي حاجة خالص، وما خدش معايا أي وقت، والله والله يا كمار، هي يعني ربع ساعة كتير أوي. فايه متنساش بقى تذكروا الله يذكركم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. أوصيكم دايما في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.